حبايبنا الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيدنا وخلصنا العيد وكلنا الفتة وكلنا المشوي. الحمد لله، ربنا يديمها عليكم نعمة يا رب، احنا وانتوا جميع أمة محمد أجمعين، اللهم آمين. طبعا النهاردة جايين نعمل مع بعضينا. هنعمل إعادة تدوير للأكل بتاع أول يوم العيد. تمام. انا كان باقي عندي شوربه من اللحمه الضاني اول يوم العيد، وباقي عندي رز بتاع الفته، فاضطريت ان انا اشيلهم في الفريزر عشان تاني يوم انا كنت هشوي، وتالت يوم عملنا رقاق باللحمه وعملنا جنبه اكل تاني، فموجود في الفريزر. فالنهارده قلت هطلعه واعمل له اعاده تدوير ونعمل غدوه حلوه برضو كده، وبرضو ايه نبقى استفدنا بالاكل اللي عندنا وما بزرناش ورمينا الاكل اللي باقي. تمام. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. احنا هنعمل النهاردة قلقاس على مرقة اللحمة الضاني، وهنعمل معاها لحمة كباب حلة، وهنطلع الرز اللي باقي من الفتة، هنعمل له إعادة تدوير، هنسخنه ونحط له معلقة زبدة، وهيبقى صابح زي الفل كأننا لسه عاملينه النهارده بالظبط، وهي وجبة وتتقضى ويوم ويعدي. تمام. يلا بينا نبدأ الوصفة النهارده. هنجيب الشوربة اللي كانت عندنا دي باقية من الفتة بتاعة العيد. تمام. هنخليها تغلي وهنعصر فيها ليمونة، وبعد كده هنسقط فيها القلقاس يستوي، وبعد كده نعمل له الخضرة. كده هنعصر الشوربة غليت، هنعصر فيها الليمون، هنعصر ليمونية كبيرة حلوة. تمام. تمام. وبعد كده هنسقط القلقاس. القلقاس ده فروزن، انا كنت مفرزاه معاكم. تمام. هنحطه ونسيبه، ما نقلبوش لحد ما هو يفك لوحده. تمام. نسيبه ما نقلبوش خالص اول ما نحطه لحد ما هو يفك لوحده وينزل كله في الشوربه. نبتدي نقلب بقى بعد اول غلوتين كده. ودي خضرته، وهنا هنحط على العين دي الخضره بتاعته كنت مفرزاها معاه برضو. تمام. هنحطها بس نحمصها لحد ما القلقاس يستوي. كده الخضره نزلت ميتها وشربتها، هنحط لها حته زبده، سمنه او زبده على حسب المتاح عندك. تمام. ونسيبها بقى ايه تحمر خالص لحد ما تخشخش كده وتعمل صوص، وبعدين نحط لها الثوم. وهنا نعمل كده لحمه كباب حله مع القلقاس. تمام. هننزل باللحمه عشان نحمرها. لازم تسمعي التشه بتاعت اللحمه دي، الحله تبقى ناشفه خالص، تحطيها على النار تسخن كويس وتنزلي باللحمه قطع كده. تمام. لازم تسمعي الطشه دي عشان ايه تدي للحمه صدمه، وبعدين تقلبيها بعد ما تاخد لون من تحت اول مره. القلقاس كده فك اهو. تمام. نبتدي نقلبه تقلبتين وبعدين نغطي عليه ونسيبه فك خالص خالص خالص، ما نقلبوش اول ما نحطه، نسيبه لحد ما يفك. كده اللحمه اتحمرت اهي. تمام. هنزل بمعلقه زبده، هنزل عليها بمعلقه زبده وهنزل عليها ببصلتين. تمام. وهحط معاها معلقه دقيق عشان تربط القوام بتاع الصوص بتاعها يبقى حلو كده، يعني يعرف حد يعرف يحطه على الرز حاجه يبقى حلو، ما يبقاش ميه خالص وسايس وكده.
تمام. معلقه واحده بس دقيق، هنقلبها معاها، بعد كده هننزل عليها بالميه. وادي معلقه الدقيق هنرشها ونحمرها برده معاها، وبعد كده ننزل بالميه. تمام. اهو حمرت كله مع بعضه، البصله بمعلقه الدقيق مع اللحمه، هننزل بالميه. تمام. هنحط الميه لحد ما تغطيها. تمام. وبعد كده نسيبها بقى لحد ما تستوي. وكده خلاص الخضره احمرت اهي وخرخشت، هنحط لها معلقه توم ونقلبها معاها، وبعد كده هنطحن الخضره كده بايد الهون ونحطها على القلقاس خلاص استوى. وادي الخضره اهي. تمام. هنحمر التوم لحد ما يطلع ريحته، وما نحمروش قوي، ما نغمقوش عشان ما يمررش. وبعد كده نسحن كله بالايد الهون وننعمه خالص ونحطه على القلقاس. وبكده خلصنا الرز، عملنا اعادة تدوير للرز بتاع الفتة بتاع اول يوم العيد، طالع جميل. سخناه وحطينا له معلقة زبدة، طالع جميل. وده القلقاس بالمرقة الضاني، طالع تحفة، طعمه في منتهى الجمال. وده الكباب الحلة، وادي الصوص بتاعها اللي احنا تقلناه بمعلقة الدقيق. تمام. طالع طعمه روعة. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده. اتمنى تجربوها وتعجبكم، واتمنى ان كل ست بيت في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي تحافظ على كل لقمه، على كل لقمه، مش كل حاجه على الباسكت على الباسكت على الباسكت، حرام حرام حرام. ماشي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه النهارده وانها تعجبكم، ومستنيه رايكم في التعليقات، وفضلا وليس امرا تشجعونا بلايك وكومنت حلو زيكم كده. تمام. ومستنيه تجربوا وصفاتنا وتقولوا لي رايكم في التعليقات. كنت معاكم رحاب حسين.